المقادير. اذا واش راح نديرو في الكسرة العنابية نتاعنا لنهار اليوم؟ رايحه ديري 2 كيلات نتاع الدقيق عادي سميد، وديري كيلة نتاع الفرينه. هما يديروا نفس الكيلة نتاع الدقيق كيلة نتاع الفرينه، ولكن من الاحسن ديري 2 كيلات سميد مع كيلة نتاع الفرينه. رايحه ديري ملح عادي تملحي انتي واش حبيتي. بعد ذلك حديري مغرفة نتاع البيكربونات، ورايحه ديري ايضا راح ديري زيت، واليوم انا استعملت زيت الزيتون. ديري حوالي فنجال، لكن انا بعدا راح نضيف شويه فقط. راح نشوف قبل هل هذا كافي ام لا، وراح تزيدي تضيفي مغرفه نتاع الخميره. اذا عندنا 2 كيلات نتاع سميد مع كيلة نتاع الفرينه، مغرفه نتاع بيكربونات، مغرفه خميره المطلوع عادي، ورايحه تزيدي ديري الملح عادي وديري زيت زيتون. وانا ضفت شويه اضفت شويه زيت زيتون. والكسره العنابيه ما يديروش فيها الزيت بزاف، مش كيما حنايا في الكسره الصيفيه لازم نديرو فيها تجي مبسه. كل ما نكثروش فيها الزيت ماهيش رايحه يقبلوها لك ولا ياكلوها لك اكيد. لكن هذه الكسره العنابيه ما نكثروش فيها الزيت، ولكن تجي طريه وتجي تقرمش. انا ضفت شويه ملح، يعني ذقت هكذا الدقيق لقيته مسوس شويه. وراح تدخلي كلش في بعضها وتبداي تلمي عادي كأي كسرة، يعني ما فيهاش حتى خدمة، ولا يعني كامل نعرفوا نديروا الكسرة. لكن العنبية فيها حوايج مختلفين على الكسرة نتاعنا العادية. رايحة تلميها عادي في بعضها وتخليها تستراح. يعني كل ما تخليها تستراح راح تجيك أحسن، صالحة أكثر فأكثر. أما بالنسبة اللي يتسائلوا يقولوا وعلاش يعني ما نكثروش الزيت، خاطر فيها البيكربونات، والبيكربونات هي اللي راح تطري لنا هذيك العجينة، هي اللي راح تطريها لنا. يعني راح نستخدم شوية على الزيت بكثرة. خليها تستراح لك عادي، غطيها وخليها تستراح لك. راح أقضي أي قضيان راح تديريه ومن بعد ولي لها. المهم تستراح نصف ساعة هكذا فأكثر. هاني رجعت لها لقيتها شربت لي يعني مليح هذاك الماء. بعد ذلك لقيتها شويه كلي هكا يابسه، زدت لها شويه ماء، ومن بعد تقعدي غير تعجني فيها وتدخلي فيها عادي، تقعدي تعجنيها. لازم تعجنيها مليح حتى تحسي باللي ولات لك طريه. شوفي كيما هكذا، انا نسرع في الفيديو، مانيش حابه الفيديو يجيني طويل خاطر كسره وكامل نعرفوا نديروها. فقط حبيت تشوفوا كسرتنا العنابيه كيف ما نديروها. جاوني 4 قرص، هذيك الكيلة اللي درتها جاتني حوالي 4 قرص. بعد ذلك رايحه تحليها عادي، راح نحللها انايا عادي بالحلاله. ولازم تحليها رقيقه بزاف، خاطر كنا تخليها خشينه راح تجيك هكذاك عجينه. لازم تحليها رقيقه، وهي كي تجي رقيقه ياسر هي اللي تجي مليحه عادي. وتعاد لها نورمال. هما يعني تقريبا ما يستعملوش الحلاله، لكن انا نستعمل الحلاله بالحلاله وساعات تجيني ماهيش دايره سوا يعني. اذا هاكم تشوفوا، يعني انا ما نديرش بزاف الكسره، ما نكذبش عليكم. يعني نديرها هكا خطره في ال10 ايام، ما ناكلوش حنايا بزاف الكسره يعني. الا اذا طلبوني فيها ولادي نديرها لهم، انا يعني ما ناكلهاش بزاف. لكن ساعات الواحد نسخفوا عليها اكيد. راح طيبيها عادي في الطاجين. شوفوا الطاجين نتاعهم هذا ماهوش تاع مطلوع، هذا الطاجين نتاع الكسرة العنابية. الطاجين نتاعهم لازم يجي مثقب هكذا، فيه ثقوبات، فيه رسومات، فيه الديسان هذا. يعني هذا الطاجين نتاعهم فيه ديسان مختلف. طيبي فيه، راح نقلبها عادي ونشوفها راح تحمر لي. نزيد نقلبها على الجهه الاخرى. انا الطاجين نتاعي طابونه نتاعي شويه كوتي ديما يطيب وكوتي ما يطيب ليش. وشوفوا كيف الطاجين نتاعهم كبير بزاف، حتى يعني تكبريها ولازم ترقيها باه تجيك مليحه. وكامل كل راهم يقولوا هذا طاجين تاع مطلوع، لا هذا راه تاع الكسره تاعهم. هذه هي هكذا الطاجين تاعهم. اذا كما تشوفوها هي وجدت الكسره نتاعي، يعني ما فيها حتى حاجه هكا اللي شوفوا راح نقسم طرف معاكم.
شوفوا كيف ما جات طريه وجات تقرمش في نفس الوقت، وتحليها من بعضها وتجوزي بها اي حاجه. شوفي مش كيما تاع الصيف ما نقدروش نحلوها هكا من بعضها، اما تاعهم عادي تتحل وتاكلي بها اي حاجه يعني، وتجي مليحه، تجي تتقرمش يعني. مش معناتها ما تكثريش الزيت يعني ماهيش راح تجيك مليحه. نزيد نقسم الطرف هكذا معكم باش تشوفوا كيفاه تبان مبسه وعادي. الا حاجه واحده يعني كي تصبح راهي ما تجيش شابه يعني ما تجيش مليحه، راح تولي كلي تتكسل هكا كي لاستيك. انا راح هكا نصب شويه نتاع البن، جابتو لي بيلازان. ديما كندير الكسرة نصرف على البن، مع اني ثاني البن وما نحبوش بزاف، لكن فقط نحب هكا نذوق وهكا شويه برك يعني. اذا واش راح نقول لكم بصحتكم، ان شاء الله تكون كسرتي العنبيه عجبتكم، ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله يعني شوفوا ان شاء الله تعجبكم ونتمنى تجربوها. الى اللقاء، ما تنساوش تدعموا قناتي.